بملكتسمة حكما لمباراة الإياب بين الأهلي والوداد على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب. والخبر ده يودينا لثلاث أسئلة مهمة. السؤال الأول: ايه اللي يخلي الاتحاد الافريقي يعلن عن حكم ماتش العودة قبل الماتش ب 17 يوم؟ 17 يوم يا مؤمن، ده النهارده 25 وماتش العودة يوم 11. النقطة الثانية: بملكتسمة حكم معروف انه بيتأثر جدا بالضغط الجماهيري وكفته بتميل دايما لصاحب الارض، فاشمعنى تسمة مختارينه الماتش العودة والماتش اللي هيتلعب في المغرب؟ ده لو انتوا شايفينه يعني حكم كويس. تالت سؤال او تالت نقطة حابب افكركم: بملكتسمة كان حكم لماتش الاهلي والترجي في 2018 ودي بطولة خسرناها. بملكتسمة كان حكم لماتش الاهلي والوداد في الذهاب في 2017 ودي برضه بطولة خسرناها. فهل الكابتن تسمة هيكون وشه حلو معانا وهيلبسنا التالتة، ولا التالتة تبت عم تسمة؟ عموما كده او كده بالحكم ده او بغيره، لعيبه الاهلي وفرقه الاهلي لازم تخلص الماتش من ماتش الذهاب. البطوله لازم تخلص من استاد الرعب استاد القاهره، هنا ما ينفعش نستنى العوده.